شو عندي جاي عايف امي وامي مريضه وعايف اهلنا وخواتي وجاي هنا. ابسط كلمه راح اقول هذا الرد، واتمنى ان هذا الرد الوحيد. الرد الوحيد انه اني ما كذبت وانا جيت من العراق لدبي وهذا يكفي، وهسه نروح ونتونس. حب كبير لكم، اموت عليكم، ورجاء انه هذا الموضوع يسكر للابد. الموضوع اللي دائما تسالون عنه وش وقت اللقاء وما ادري شنو، اللقاء ماكو بعد، لان انا ما مستعد يعني اظل احكي واني شغله وصلت كرامتي، من تصل كرامتي ادوس على الكل وامشي، تمام؟ فاني كرامتي ما اقبل احد يدوس، فالشغله وصلت كرامتي الوياي، فرجاء هذا الموضوع بعد ماكو. يعني انا صار لي 4 ايام هنا، انا اذا شخص يجي للعراق 4 ايام ما اشوفه داني، بتشذب ما اعزمه على قهوه، بتشذب ما اقدم له كيكه ياكلها. فرجاء اسف ما اقدر اضل باللايف لان ناس وياي، اعذروني ومع السلامه. شوفوا يا جماعه، حسام من غيري شغال وانا من غير حسام شغاله، محدش هيقف على التاني. ويا جماعه احنا طلعنا، انا طلعت او ماما طلعت، لان ماما هي اللي طلعت وقالت، ودي الحقيقه فعلا. حسام يعني المفروض تكونوا انتوا فاهمين، حسام قال في برنامج ان هو متجوز ومخلف وعنده عيال. ويا جماعه انا قلت، ماما طلعت وقالت ده ترند، ملوش لازمه بقى تقابليه وما تقابليهوش، احنا مفيش بينا قصه حب، لازم تتفهموا ده يا جماعه. احنا عملنا كده عشان نضحككم، مش اي اتنين بيطلعوا يهزروا على السوشيال ميديا لازم يكونوا بيحبوا بعض، مش لازم. حتى متزوج ولا مش متزوج، الله يسهله الله يسهله. انا بحب، يعني انا بعز حسام وبحترم حسام وشخص محترم. مع بعض يبقى بيحبوا بعض وهيتجوزوا، انتوا ما تجبروش الناس تتجوز بعض. يعني يا جماعه مش لازم، كل واحد عنده خصوصياته، مش انتوا بتحبوا حسام. لحظه يا ماما، انتوا بتحبوا حسام لشخصه، خلاص حبوه لشخصه، ما تروحوش تقولوا له في ندى لا ومش هنكبس لك ولازم تطلع مع ندى، مش هينفع. وانتوا نفس النظام، انا ليا حياتي الشخصيه، مش هينفع تيجوا تقولوا لي فين حسام، انا لازم اكمل اللايف بتاعي على خير واقفل على خير، ومش هينفع كل شويه تقولي فين حسام، لا نرجعك للصفر. ترى على فكره اقسم بالله لو رجعتوني للصفر تاني هبدا من تاني، مش الواحد ما بيملش. انا زي ما تعبت في ايميلي بقى 3 سنين شغاله عليه، مش همل، هعمل واحد تاني وهشتغل تاني وهطلع تاني. الدنيا ما بتوقف على حد، الدنيا مش هتقف على حد. لا هو هيقف عليك ولا انت، لا هو هيقف عليا ولا انا هقف عليه. وبعدين انتوا هتجوزوا الناس على مزاجكم وتطلقوهم على مزاجكم وتطلقوهم على مزاجكم. حصل سوء تفاهم بيني انا وحسام، والحمد لله اتحل والامور كويسه، فخلاص خلوا كل واحد يكمل حياته براحته. المهم ان احنا فهمنا لبعض سوء التفاهم اللي حصل وخلاص، خلوها تسكت. طيب ممكن تسكت انت، يا اما تطلع بره اللايف او تنظمك، عشان انا مش فاهمه بصراحه يعني. لا بدي يا جماعه هي